إزاي تعرف إن هو بيحبك وعايزك في حياته ومتمسك بيك حتى وهو بيتظاهر بعكس مشاعره وبيقول لك طول الوقت إن أنت بالنسبة له شيء عادي؟ دايمًا في تصرفات أو حاجات لا إرادية بتصدر منه بتأكد إن هو متمسك بيك أكتر، وهاعرفها لك في الفيديو ده، بس يا ريت تعمل لايك، اكسبلور، طلعني اكسبلور، أنتم تقدروا تعملوا ده، مش أنا، أنتم اللي تقدروا، تمام؟ شجعوني علشان أنزل لكم حاجات أقوى بكتير بإذن الله. أول حاجة وهو الغيرة، لو بيغير عليكِ أو بتغير عليك اعرف إن الشخص ده عنده احتمال لا واعي في عقله إن هو يرتبط بيك تاني، وتجمعكم مواقف تاني، فبالتالي بيخاف من حدوث أي فرصة إن حد يقرّب منك فيخلّيك تحبه فتحبه، فما يحصلش اللي هو عايزه إن هو يرتبط بيك، فبالتالي هو ممكن يكون بيعاملك بطبيعة عادية خالص بس سايبك على أمل إن أنت وهو في يوم من الأيام تتجمعوا، بس لحد ما ييجي اليوم ده ما ينفعش أنت ترتبط، فلو بتغير عليك أو بيغير عليكِ اعرفي إن هو لسه متمسك بيكِ، دي أهم حاجة. تاني حاجة الخناق، لو طول الوقت بتتخانقوا مع بعض حتى لو علاقتكم مع بعض مش قوية أو اللي هو لسه مهزوزة، بس أنتم خناق، خناق بس ما فيش أي حاجة غير الخناق، اعرفي برضه إن هو أو الشخص ده لسه متمسك بيكِ أو متمسكة بيك بطريقة كبيرة جدًا، لإن الخناق أصلًا لو جينا نفسّر معانيه إن الشخص بيتخانق مع شخص، بيتخانق مع حد عزيز عليه، حد فارق معاه، حد فارق معاه إن هو يتخانق، لو حد تاني بيعاملك عادي هيقول طز، اعمل اللي أنت عايزه خلاص، براحتك، أنت مش في حياتي دلوقتي، لكن طالما بتتخانقوا مع بعض فهو الشخص ده لسه بيعزّك، لسه بيكِن لك مشاعر حلوة، فبتصدر منه الكلمات في الخناق بتثبت لك إن هو قد إيه بيحبك. follow ولايك وexplore عشان أنزّل لكم حاجات أقوى من كده